السلام عليكم. ولاء عبد العزيز معاكم، مؤسسة بكار مول وكل أقسامه اللي هفاجئكم بيها في الفترة الجاية. السؤال ده أنا جالي وجا برضو لمتخصصات أفاضل معايا زميلات عايزين صبغة بدون ضرر أو صبغة فئات الأولابليكس، يعني بدون أمونيا. طبعا السؤال ده بصراحة مضحك جدا، لان مش معقول ان انا اغير درجات لون الشعر، او بمعنى اصح اسحب اللون الغامق من الشعر بدون الامونيا. ده مستحيل. هي بتبقى نسب سحب، يعني درجات الامونيا بتختلف من لون للون حسب قوة السحب. ولكن مهما كان اي صبغه في الدنيا مادام بتغير اللون من الغامق لدرجات فاتح، حتى لو كان فاتح حاجه بسيطه فاتح حاجه كبيره، هي درجه من درجات الامونيا. كل ما اللون يفتح بزياده كل ما بتكون درجات الامونيا عاليه. وبتفاجئ تقول لك لا انا عملت اللون بدون سحب. لا، ده غلط. بالنسبه للبنات السحب يتلخص في البودره الزرقاء والبودره البيضاء. لا، حتى صبغات البيت، يعني مثلا صبغه باليت او صبغه لوريال اكسلانس او صبغات اللي هي جارنيه، كل دي فيها امونيا، ولكن بنسب. في نسب 9%، في نسب 6%. لاكتويل تعتبر أقلهم في النسبة، ولكن كلهم نسب من الأمونيا وكلها درجات من السحب. في بعض الأنواع زي لوريال بريدجي دي بتعتمد على بعض المواد الكاوية، ما هياش درجات أمونيا، ولكن فيها نسبة ضرر قد تكون أقل، ولكن برضو فيها نسبة ضرر. فخلي بالكم كل درجات التغيير فيها نسبة من الأمونيا. طبعا الحاجة اللي هي خالية من الأمونيا دي اللي بنعمل بيها تغطية للفاتح وتغطية للأبيض. هنا دي الحاجة الوحيدة اللي تبقى خالية من الأمونيا وتدي لون على الأبيض، لأن الشعرة بتكون اوريدي مسحوبة. فمحدش يجي يقول لي عايزين صبغه بدون امونيا. نيجي للنقطه الثانيه، ودي اللي انا كنت حابه اتكلم فيها، لان انا كنت نزلت تغيير درجات الوان من الشعر، وبعد كده بنقفل بدرجات الاولابليكس او اكسترا بليكس. دي يا جماعه مش تفتيح. يعني في بنات بتقول لي انا عايزه تفتيح بتقنيه الاولابليكس، وده السؤال اللي شفته عند زميلاتي وجالي شخصيا. يا جماعه الاولابليكس بيعوض ويرمم ما افسده الامونيا او افسدته الصبغه. فانا اصلا ضد اتجاه الصبغه وتغيير اللون. ممكن اعمل ده بشكل يعني مره كل فين وفين، ولكن تبقى لايف ستايل لا، طبعا ضد الاتجاه ده تماما. فالاولابليكس هنا بيبقى بيعوض الى حد كبير الجفاف اللي حصل في الشعره او لخبطه الروابط، فبيعمل الى حد ما اعاده الملمس بتاعها اللي هو الى حد ما الطري، ولكن تظل الصبغه نسب من درجات الامونيا مهما سمعتي ومهما اتقالك انها صبغه امنه او صبغه خاليه من الامونيا. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص، هكون معاكي فورا.